السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اغلى متابعين لقناة بركة خيط، قناتي وقناتكم نتعلم فيها كل جديد ومفيد. طبعا اولا بحبكم كتير 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 جدا، مش قادرة اقول لكم قد ايه. وطبعا اكيد الحب ده يعني ما بيني وما بينكم القلب القلب رسول. بمناسبة الرسول رسائل كتيرة جدا جات لي، عايزين نعرف فيها يعني ايه خدادية ظرف، ازاي نقفل الدفاية بطريقة جديدة ومختلفة. هعمل لكم فيديو ازاي تعملي الدفاية بطريقتين، يعتبر 2 في 1. تاني حاجة هنتعلم مع بعض ازاي تقفلي بخدادية الظرف وتعمليها، وسهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكي لو اول مرة تشوفي القناة وعجبك محتوى القناة تعملي اشتراك، تفعلي زر الجرس، تدوسي لايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو لازم يعني برضو اعرفكم ان في ناس لسه داخلة جديد عايزة تعرف الدفايات دي عبارة عن ايه. عبارة عن 2 طابلو، 2 مخدة، 2 خدادية، تمام؟ او 2 طابلو و4 خداديات اللي يريحك. ادي الطابلو بيبقى شكله كده، طبعا القماش بيبقى شكله كده. انت بتفصلي من الخط ده الطابلو، وادي خدادية وخدادية مثلا تفصلي، بتيجي عند الخطوط دي تفصلي. طيب انا هنا فاصلة النعومي. ادي خدادية مثلا عملتها زي دي، تمام؟ هعرفكم دلوقتي طريقة الظرف. وادي الخدادية التانية، تعالوا بينا نشتغل على الخدادية دي ونشوف هنعملها ازاي. حابة اقول لكم لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ولقيت تعليقات حلوة تحت هعمل لكم 2 طريقتين بالنسبة للخداديات الدفاية دي. حلو، تعالوا بينا هنا كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي دي الخدادية بالمنظر ده، تمشي خدادية او مخدة اطفال اهو للسرير 120، هتبقى جميلة جدا. اهم حاجة هنا في بورصل، تمام؟ الدنيا مش هتنسل معاكي. اهم حاجة قبل ما تبدأي شغلك هتعملي الحتة دي بس اوفر، اتجاه واحد بس اللي بيبقى اوفر. هروح اعمل الاوفر وهقولك هنعمل ايه. يا جماعة ديت الخدادية اهي، عملت الاوفر زي ما قلت لكم اتجاه واحد. بعد كده هنتني من الجنب ده ومن الجنب ده ونشوف الزوايد ونقصها. ادي الاوفر التانية دي اهي، ده البورصل. خلي بالكوا عشان خاطر دي وشين، ده كده الظهر، الوش اهو بسم الله ما شاء الله تحفه، ما تفرقيش وشها من ظهرها يعني، فركزي كويس جدا. اللي يعجبها الفيديو صلي على النبي وتدعي لي دعوه حلوه. ادي التقفيل اهو، الجنب التاني برضو. ان شاء الله كل حاجه تبقى بسيطه جدا 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 وكلها بركه مع قناه بركه خيط اهو. بصوا اللي بيقولوا لي ازاي الفرو دوت تحت سن الابره اهو يا جماعه. تقفيل بسم الله اللهم بارك يعني تحفه اهو. بصوا يا جماعه بعد ما احنا دلوقتي تنينا عملنا الاوفر بالشكل ده، طبعا الفينش يبقى نظيف كده وحلو بتاعكم. تنينا الجنب ده وتنينا الجنب ده. هنشوف طبعا الخداديه دي كبيره. ليه كبيره؟ عشان قلنا اتفقنا ان هي ممكن تنفع مخده، فهي دلوقتي 85 سم، احنا عايزينها 75 سم بس. فهنعمل ايه عشان نظبط الرسمه؟ ادي الرسمه بتاعتنا، هنقص من هنا صباعين ومن الناحيه التانية صباعين عشان نخليها متوسطنه ومظبوطه. في نفس الوقت هنروح تانيين دي كده اهو، احنا عايزين 55. اهم حاجه عندنا نظبط الرسمه، تمام؟ اهو يا بنات، ومن هنا اهو. ادي الظرف، ادي الفكره بتاعه الظرف اللي احنا يعني كلكم عمالين تقولوا لي بتعمليها ازاي. هي سهله جدا. تنيتي دي على دي اهي، سبتي الحته دي اهي شبر، معرفش والله العظيم 3 انا ما حد بيعدي عليا غير لما باجي اعمل فيديو، يعني حاجه تنرفز. ادي شبر اهو سايبينه، هو ده الظرف، هو دي الفكره دي اهي، تمام؟ واهم حاجه هو كده كده بتموت، نشوفها 50 سم ولا لا اهو كده اهو. يبقى هنوسطن حاجتنا دي كده 50 سم العرض
يعني ياخد ما خلاص يا عم الحاج، مش عارفه ايه ده. هناخد من هنا اهو صباعين، ندي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات الزايده دي اللي ملهاش لازمه اهي. كده كده هنعملها برضو اوفر. تمام. من هنا اهو بصوا شكلها جميل وهي سهله جدا. وما بتضايقكيش على السرير، يعني ما تقوليش مثلا بتتنعكش او كده، لا، بتروحي ماشيه كده. يلا نشوف هنقفلها ازاي وهنلبسها الخداديه ازاي. وهي اتعملت في اقل من 10 دقايق اهي. اهي هتعملي كده اهو. طبعا الحاجات دي كلها متوفره في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. تظبطي الشبر بتاعك. وتعملي فرماتوره. الخامه ما شاء الله ناعمه. بصي تساوي نفسك كده، تساوي حاجتك اهي. ما وراكيش حاجه. ما بحبش الاستعجال في الشغل عشان تطلعي احلى فينش اهو. لو عجبكم ان شاء الله الفيديو ده عرفوني علشان خاطر اعرفكم هنعمل من الطابلوهين دول ايه. انا ناويه ان شاء الله ما اعملش دفايات عاديه، هعمل دفايه بكورنيش ودفايه باستك، لان في عميله عندها سرير واحد 120 وعجبتها فكره الدفايات المؤستك، وفي عميله سريرها 160 وعاجبها ان انا اعمل لها حاجه على ذوقي، فانا هعمل لها الدفايه بكورنيش. يبقى احنا هنطلع من الطابلوهات دي دفايه باستك لسرير 120 ودفايه بكورنيش لسرير 160، وهفرجكم عليهم ان شاء الله. برضه هنزل الصور على الفيديو. عملنا اوفر من الجنبين اهو. ادي الجنب ده ودي الجنب ده كده اوفر. خلاص خداديتنا خلصت، هنلبسها ونشوف الفكره ازاي. على فكره يا بنات اللي عايز بدل الظرف اقفلها له تكون بسوسته او ممكن بكبسولات، كبسونه دي او سكوتش او اي حاجه بتتقفل عادي جدا. هي طبعا سوسته اسلم حاجه. ادي خداديتنا ودي دفايتنا. الخداديه الاولانيه دي اللي احنا عملناها مع بعض في اقل من 10 دقايق اهي. الرسمه مظبوطه تمام. اهي يا بنات من ورا ساده وشيك وجميله اهو. ادي الظرف اهي. مش هتتنعكش على السرير ولا اي حاجه، يعني كل اللي قلقان ويقول لك مش هتتنعكش، اي مش هتتنعكش. وادي الهابي بيرث داي وهابي فالنتاين. بحبكم كتير، بحبكم في الله. ان شاء الله انتظروني. الفيديو الجاي هيكون عن ولا بلاش، دي حاجه مفاجاه علشان خاطر عيد الحب. بحبكم في الله. ادي الخداديه ودي اللي انا كنت عاملاها. اللي تعجبها الفيديو يا ريت تعمل لي لايك. باي باي.